السلام عليكم في قناة أنير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة دائما يا ربي. بالنسبة للفيديو ديال اليوم كما كتلاحظوا غادي نشارك معكم هاد الكيكة ديال التفاح بطريقة سهلة كالمعتاد، مكونات بسيطة وغير بجوج بيضات غادي نحضروا هاد الكيكة الرائعة. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر. من طبيعة الحال كالعادة الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، من التعليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم واحبابكم تعم الفائده. ندوز دابا للطريقه والمقادير في نفس الوقت. في واحد الاناء غادي نوضع جوج بيضات، غادي نضيف عليهم نص كاس ديال سنيده، دائما كنعبر بالكاس ديال العنبه. غادي نضيف عليهم سكر فاني. غادي نخلط هذا الخليط ديالي مزيان، وهنا غادي نضيف نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، ودائما انا كنخلط الخليط ديالي. غادي نضيف عليهم 3 المعالق صغار ديال الكونفيتور ديال المشماش او مربى المشمش، اولا غادي ندير واحد المعلقه كبيره عامره. دائما انا كنخلط كما كتلاحظوا. غادي نضيف كاس ما عامرش ديال العنبه ديال الحليب، يعني الكاس ما غاديش نعمروه. صافي كنخلط الخليط ديالي مزيان وكنضيف الدقيق دائما على حسب الخليط. هنا غادي نضيف تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نضيف الدقيق والخميره اللي غربلتهم من طبيعه الحال. صافي وكنخلط الكيك ديالي كما كتلاحظوا. القوام ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. كنجيب المول اللي غادي ندير فيه هذا الخليط ديالي اللي دهنته من طبيعه الحال بشويه ديال الزيت وبالدقيق، ورشيت عليه الدقيق. كنوضع الكميه ديال الخليط ديالي في المول. كنجيب تفاح اللي قطعته على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، وغادي نحاول انني نوضعه بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا في الفيديو، يعني كندورو كامل على المول وانا غادا كنهبط حتى نحصل على واحد الشكل ديال الورده. بطبيعه الحال في هذا الاثناء غادي نكون سخنت الفران ديالي على 180 درجه، وغادي نشعل ليه غير من التحت حتى تبان لينا الحلوه او الكيكه ديالنا طابت. عاد نشعلو من الفوق باش تحمر لينا الحلوه ديالنا. من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. غادي نحيدها من المول بسهوله. غادي نوضعها في هذا الصحن هذا اللي غنقدمها فيه. نجيب المربى ديال المشمش اللي كنستعملو للحلويات، وغادي نحاول انني ندهنها على هذا الشكل هذا. من بعد ما دهنتها في الواجهه مزيان، هنا كنجيب اللوز ايفيلي اللي حمرته وكنديروه في الجوانب على هذا الشكل هذا.
غنوضع واحد شويه في الوسط. دائما التزيين كما كنقول كيبقى اختياري، انا كنعطي غير افكار وكل واحد كيدير تزيين على حسب اللي متوفر عنده. زينوا بهذا الكرز هذا المعلب في الوسط على هذا الشكل هذا. الحلوه ديالنا من بعد ما وجدت، انا هنا 3 تزيين النعناع للتزيين فقط. من بعد ما وجدت كتجي على هذا الشكل هذا. من طبيعه الحال كالعاده الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، تعليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم واحبابكم تعم الفائده. واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينسانيش من اللايكات ديالو، تعليق ديالو، ما ينسانيش يضغط على زر اشتراك، يضغط على الجرس لكل جديد ان شاء الله. وشكرا لكم على المشاهده.